السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكيف الحال يا باشمهندسين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ناس كتير بيشوفوا الفيديوهات بتاعتي اللي بنزلها على المكن والليزر والتنيات والبانش والحاجات دي، وبيسألني يا محمد ازاي الواحد يعني يخش المجال ده. حابب ادردش معاكم النهارده بكل هدوء واقول لكم الخلاصة من وجهة نظري. الخطوة الأولى هي التركيز، الخطوة الأولى والأخيرة هي التركيز. بص يا سيدي، المجال بتاعنا دوت بيحتاج حاجتين: صبر وعلم بتعرف تقرا بيها. أول حاجة لازم تتعلمها هي الرسم الهندسي. مش لازم أن تكون فنان، بس لازم تكون بتفهم الاوتوكاد، لانه ببساطة هو اللغة اللي بنتكلم بيها على الماكينة. تاني خطوة وهي الخطوة الاهم: البرمجة او النستنج. بتعمل البرمجة دي على حاجة اسمها الجيت كام. الجيت كام دي المرحلة اللي بتحول فيها الرسمة لواقع، وبتعرف ازاي توفر في الخامات وتطلع شغل دقيق. دي بصراحة يعني حاجة حلوة. المحترف فينا هو اللي بيطلع شغل دقيق، وبيطلع شغل مفيهوش رايش، وبيطلع شغل من غير خبطات، وبيطلع شغل من غير حاجات كتير. اهم حاجة واهم نصيحة يعني اقولها لك: انزل مصنع، اسمع صوت المكن وافهم الماتيريال، لان عندنا ماتيريال كتير زي الاستانلس والحديد والالومنيا والنحاس، عندنا خامات كتير، فلازم تبقى عارف الخامات دي بالظبط. انا هبدأ معاكم سلسلة فيديوهات اشرح فيها تفاصيل كتير عن البرامج والسوق هنا في السعودية وفي مصر. ولو حابب نمسك موضوع معين نتكلم فيه، سيب لي سؤالك في تعليق، ونشوفكم الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله. سلام عليكم.